من كام يوم كنت ماشية في الشارع ولفت انتباهي مشهد غريب جدا. طفل صغير ماسك بالونة فرحان بيها بطريقة كأن حد اداله كنز، بيضحك بيجري بيوريها للناس، وكل شوية يبصلها كأنه أول مرة يشوفها. وقفت أبص عليه شوية وفجأة جه سؤال غريب في دماغي: إيه اللي حصل بين الطفل ده وبين الشخص اللي بقينا عليه النهاردة؟ إمتى بقينا بنشتري حاجات أغلى من البالونة ب100 مرة وما بنفرحش بيها بنفس الشكل؟ إمتى بقينا نحقق أهداف كنا بنحلم بيها سنين ونحتفل بيومين وبعدين نرجع نحس بنفس الفراغ؟ إمتى بقينا بنقول الجملة الشهيرة مش عارف بس حاسس إن في حاجة ناقصة؟ أهلا بيك في مساحتك الهادية، أنا إيمان، والنهاردة حكاية جديدة. خلونا نفك الشفرة سوا، لأن الإجابة يمكن تكون مختلفة تماماً عن اللي متخيله. السؤال مش إزاي نبقى فرحانين، السؤال الحقيقي هو ليه ما بقناش فرحانين زي زمان. الفصل الأول، الحكاية اللي كلنا عشناها. فاكر أول عيدية مسكتها في إيدك؟ أول لعبة جبتها؟ أول رحلة مدرسة؟ أول مرة حد قالك شاطر؟ لحظات صغيرة جداً لكن كانت قادرة تخلينا نعيش أيام من السعادة. الغريبة إن الحاجات دي لو حصلت النهاردة غالباً مش هتأثر بنفس الطريقة. ليه؟ لأننا وإحنا صغيرين كنا عايشين اللحظة، أما النهاردة إحنا عايشين في المستقبل. وإحنا بناكل بنفكر في اللي بعده، وإحنا في الشغل بنفكر في بكرة، وإحنا في الأجازة بنفكر في الرجوع منها. بقينا نمر على اللحظات الحلوة بسرعة البرق، كأننا مستعجلين نخلص الحياة نفسها. وهنا بدأت أول قطعة من الفرح تضيع. الفصل التاني، فخ المقارنة الحديثة. خليني أحكي لك موقف. في بنت كانت بتحلم تشتري عربية، فضلت تجمع سنين وتخطط وتتعب لحد ما حققت الحلم. اليوم اللي استلمتها فيه كانت طايرة من الفرحة. بعد أسبوعين بس بقت العربية شيء عادي جدا، وبعد شهر فتحت السوشيال ميديا وشافت واحدة راكبة عربية أحدث. في ثانية واحدة الإحساس بالإنجاز اختفى، كأن الحلم نفسه ما حصلش. وده اللي بيحصل مع أغلبنا. السوشيال ميديا مش بس بتعرض حياة الناس، هي بتعيد برمجة توقعاتنا، فتخلينا نحس إن الطبيعي بقى قليل، وإن العادي بقى فشل، وإن كل حاجة لازم تكون استثنائية عشان نفرح. لكن الحقيقة أغلب السعادة موجودة في الحاجات العادية جدا، بس إحنا بقينا مش شايفينها. الفصل الثالث، التعب الذي يتنكر في هيئة ملل. في ناس كتير بتقول أنا زهقت، أنا مخنوق، مش حاسس بحاجة. لكن الحقيقة إنهم مش زهقانين، هم مرهقين. في فرق كبير. تخيل شخص شايل شنطة تقيلة جدا طول اليوم، بعد ساعات حتى لو وصل أجمل مكان في العالم مش هيقدر يستمتع. أول حاجة هيعملها إنه يدور على مكان يقعد فيه يرتاح. وده اللي بيحصل معانا. إحنا مش فاقدين الفرح، إحنا شايلين فوق طاقتنا مسؤوليات، ضغوط، قلق، تفكير مستمر، خوف من المستقبل، مقارنات، طلبات ما بتنتهيش. ولأننا بقينا في وضع البقاء بقينا ننسى إزاي نعيش. الفصل الرابع، متى أصبحت الأيام بلا طعم؟ اسأل أي شخص فوق 30 إيه أكتر حاجة مضايقاك؟ غالباً هيقول الأيام كلها شبه بعض. ودي جملة خطيرة جداً، لأن العقل بيحب الجديد، بيحب الدهشة، بيحب الاكتشاف. لكن لما نصحى كل يوم بنفس الشكل ونكرر نفس السيناريو، الأيام بتتحول لنسخ متشابهة، وفجأة نلاقي سنة كاملة عدت كأنها أسبوع. الفرحة محتاجة مساحة، ومحتاجة ذكريات، ومحتاجة تجارب جديدة. مش شرط سفر ولا فلوس ولا رفاهية، أحياناً طريق جديد للمشي، كتاب مختلف،
هواية جديدة، جلسة هادية مع النفس. الحاجات الصغيرة دي بتعيد للحياة ألوانها. الفصل الخامس: الحزن الصامت الذي لا نراه. أحياناً إحنا مش فاقدين الفرح بسبب الحاضر، لكن بسبب حاجات قديمة جداً خذلتنا، وجعتنا، كسرت جزء جوانا، وإحنا كملنا الحياة من غير ما نعالجها. بعض الناس مش حزينة، لكنها تعبانة من وجع قديم، وجع اتحط تحت السجادة وافتكرنا إنه اختفى، لكنه فضل ساكن جوانا. كل ما نحاول نفرح يشدنا من رجلينا لتحت. علشان كده أحياناً أول خطوة للفرحة مش البحث عنها، لكن مواجهة اللي سرقها. الفصل السادس: الحقيقة التي غيرت حياة الكثيرين. في يوم سألوا راجل كبير في السن: إيه سر سعادتك؟ قال جملة بسيطة جدا لكنها عميقة. قال: بطلت أستنى الأحداث الكبيرة، لأن أغلب عمرنا بيضيع وإحنا منتظرين النجاح، منتظرين الحب، منتظرين الفرج، منتظرين الأجازة، منتظرين الظروف تتحسن. ومع الانتظار بنفوت الحياة نفسها. الحياة مش بتحصل لما نوصل، الحياة بتحصل وإحنا في الطريق. يمكن إحنا ما بقناش فرحانين زي زمان، مش لأن الفرح اختفى، لكن لأن الضوضاء بقت أعلى منه. ضوضاء المقارنات، ضوضاء السرعة، ضوضاء الخوف، ضوضاء السعي المستمر. ويمكن كل اللي محتاجينه النهاردة مش حياة جديدة، ولا معجزة، ولا تغيير جذري. يمكن محتاجين بس نقف دقيقة، ناخد نفس ونبص حوالينا ونسأل نفسنا: إيه آخر حاجة فرحتنا بصدق؟ وإمتى آخر مرة عشت لحظة كاملة من غير ما استعجل نهايتها؟ لأن الفرحة غالباً مش مستخبية بعيد، هي واقفة جنبنا من زمان، لكننا كنا مشغولين زيادة عن اللزوم. ولو كنت بتسمعني دلوقتي وحاسس إنك فعلاً ما بقتش فرحان زي زمان، ما تلومش نفسك. يمكن المشكلة عمرها ما كانت فيك، يمكن بس كنت بتحاول تجري أسرع من اللازم في عالم كله بيجري. وافتكر دايماً، الفهم هو أول طريق للراحة. كنت معاكم إيمان، وأشوفكم في حكاية جديدة.